انا فعلا عندي سؤال، يعني عايز اساله طلبه كتيره من اللي بتعامل معاهم. هو انت ليه شايف نفسك وحش؟ يعني ليه لما بتغلط في الامتحان، ليه لما بتلاقي نفسك مش ذاكرتش كويس، ليه بتعذب نفسك بشكل كأن المشكله فيك انت، ان انت الانسان ديفكتيف، ان انت الانسان معيب، ان الغلط فيك انت؟ ليه ما عندكش كونسبت انه ممكن بمنتهى البساطه، يعني انا عايزك تعامل نفسك زي بالظبط ما الميكانيكي بيعامل العربيه البايظه بتخش له. هو انت لما ميكانيكي يبقى قاعد في المحل، شفت انت حتى في منظر في الافلام لما واحد مثلا يخش بالعربيه بتاعته للميكانيكي وعايز يعمل فيها تعديل او يصلحها او كده، الميكانيكي ما بتلاقوش اللي هو ده ايه العربيه المقرفه دي، ده العربيه دي اصلا مفيش منها لازمه، مفيش ميكانيكي في الدنيا بيعمل كده. امال ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيه بيبص لها بصت، الله دي محتاجه بس نعدل فيها كذا ونعمل لها كذا وتبقى زي الفل. شفت انت لما تتفرج على فيلم وتلاقي حرفيا ان هو بيكلم العربيه، يعني بدون مبالغة بصيغة الأنثى، اللي هو يقول لها ده الحلوة دي عايزة بس يتعمل لها كذا وهتبقى عربية زي الفل. فاهم الفكرة؟ عايزك تبص لنفسك حرفيا زي ما الميكانيكي ده بيبص للعربية. يعني بص لنفسك بصت، أنا مش إنسان وحش ولا أي حاجة، لكن بمنتهى البساطة أنا عربية فيها بس عجلة مخرومة، جنط مش عارف ايه كلام من ده، ولازم يتصلح. لو انت بصيت لنفسك كده شوف الفرق، اصلا مستواك هيتحسن بكتير جدا. لان بدل ما الميكانيكي عمال يعيب في العربية، لا، بص لها بصة وقال هي عربية كويسة، محتاج بس تغير فانوس، محتاجة تغير حاجة في العجلة كده، وكلها كام يوم يشتغل ايه تبقى زي الفل. انت كده ما تبصش نفسك بصة بصة دونية. يعني انا فاهم ان في اهالي، يعني في محاولة منهم ان هم يطلعوا بمستوى عيالهم، يحسسوهم ان انت لو ما ذاكرتش فانت كده مفيش منك امل ومفيش من. هو مش عامل بيدمر الواد، والحقيقه انت لو بصيت الموضوع اسهل من كده بكتير. يا جماعه افتكروا انه في الاول في الاخر الموضوع ارزاق. طب يعني كلمه ناس كتير بتقولها، لو كان الموضوع بالشطاره كان زمان اغنى الناس الدكاتره. يعني انت بص كده على مصر كبلد، وماشي مش هننكر مثلا فئة زي الدكاترة ما شاء الله من الفئات الفاينانشالي ستيبل جدا، لكن طب ما في فئات تانية كتير فاينانشالي ستيبل جدا ولا اجتهدت في المدرسة ولا اجتهدت في الجامعة ولا. مش بقولك ما تجتهدش، انت اشتغل وخد بالاسباب عشان ربنا يكرمك بالنتيجة، بس افتكر ان الرزق كده كده مكتوب. فما تتعبش نفسك كأنك انت اللي بتجيب رزقك، وافتكر ان مش انت اللي بتجيب رزقك، افتكر ان سعيك بيوصلك رزق اللي ربنا كتبه لك. ما اخطأك ان لم يكن يصيبك وما اصابك ان يكن يخطئك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اعمل المجهود بالراحة وربنا يوفقك وتوصل اللي انت عايزه. السلام عليكم.